بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله خاتم النبيين إمام المرسلين. أعزائي المشاهدين الكرام، وصفتنا اليوم فاصوليا خضراء بالرويان الناشف. أولا ننقع الرويان في موية وننظفه مظبوط، يتغسل مظبوط ونصفيه ونحطه على جنب. وبعدين في قدر على النار نكشن بصل، توم، زيت زيتون، ونزيد عليه طماطم، ونزيد عليه الرويان اللي نظفناه. نزيد التوابل: كزبرة ناشفة، فلفل أسود، كمون، ورق الغار، زنجبيل، توم، بصل، بودرة، ونحرك الكل علشان تمتزج المقادير وتختلط. وبعدين نخليه على النار لمدة 5 دقايق. نغسل الفاصوليا الخضراء مظبوط ونزيدها على الخليط مع شوية موية مغلية ونخليها تنطبخ. وبعدين نزيد عليه معجون طماطم، كزبرة مقدونس مفرومة، ملح، شوية ليمون، ونخليه على النار ينطبخ لمدة 15 دقيقة. بعد مرور 15 دقيقة ها هي الفاصوليا بالرويان جاهزة، ونغرفها في صحون التقديم ونقدمها مع الرز الأبيض، وبألف صحة وعافية.